السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أحكي بموضوع النواب اللي نايمين بمجلس النواب وضاجت الدنيا عليهم امبارح. شو هالقصة يا جماعة؟ ويجي هالمصور هالفهمان يلقطوا جزء من الثانية وهو مغمض جفنه ويفضحوا يا جماعة الخير بكل هالجرايد وهالصحف الإلكترونية. عن جد سبق صحفي لقط البني آدم وهو مغمض عينه، ضاعت مصالح الأمة والشعب وخربت الدنيا. أنا ما بدافع عن أي نائب، ولكن الصورة الأخيرة اللي انتشرت واضح إنه ما كان في حدا حواليه الرجال، وشكلها فعلا استراحة بين جلسات وغمض عينه وريح شوي. إحنا بني آدمين يا جماعة، والله العظيم لما كنا نروح على الجامعة محاضرة الساعة 8 يمكن نص الطلاب بمضوها مغفين، والله ما حدا بفتح عينه وإحنا طلاب جامعة. ونفس الشيء على آخر محاضرة بالدوام تلاقينا طافين يمكن نصها وإحنا نايمين، وعلى نفس الشيء طلاب المدارس أول حصة والآخر حصة برضو نايمين. وقسم كبير منكم موظفين وبيدخل بيحضر اجتماعات روتينية وطويلة إلا ما يخفى عينه يمكن أكم من ثانية ولا يخفى له هيك دقيقة وهو مش حاس على حاله من التعب والإرهاق. أنا شايف يا جماعة والله من الظلم إنه نحكم على نائب أو على وزير أو على شخص مسؤول بجزء من الثانية بصورة كاميرا. أنا مع إنه ننقد النائب أو الوزير أو المسؤول، ولكن على أفعاله مش على الشغلات التافهة هاي. والله غمضت عينه، حرام عليكم يا جماعة، شوفونا إشي أكبر. بعض من النواب أو الوزراء اللي هم يعتبروا ستارز ومعروفين أول ما يتعينوا أو ينتخبوا بتبلش فضايحهم لو على شغلة صغيرة ينقدوا وينتقدوا. على العكس في نواب والله 4 سنين بيدخلوا المجلس وبيطلعوا يمكن بيحكوش كلمتين ولا بنعرف أساميهم ولا بيعملوا أي إنجاز ولا حدا بيجيب سيرتهم. يا ريت نتروى ونكون رايقين قبل أن نقذف بعض الناس ونتبلى عليهم ونفضحهم ونشهر فيهم علشان موضوع صغير وبسيط. ممكن هذول النواب مرهقين، ممكن مريضين، ممكن أبصر شوفي عنده ظروف خاصة خلته يغفي هاللحظة اللي أنا وإنتوا لو كنا بهيك موقع أو أي موقع ثاني ممكن تصير معنا. فبتمنى إنه نتروى ونتقي ربنا ونحكم على العالم بأفعالهم وأقوالهم الجاية مش على غمض العين. عبد الرحمن الغزاوي.